شارك معنا المستشار سيادة المستشار حسام الشاذلي الخبير والمحلل السياسي البارز. سيادة الدكتور حسام الشاذلي، أهلا بحضرتك وسعداء بمشاركتك معنا. دكتور حسام، هل تتوقع بشكل مباشر جدا أن تؤثر نتائج ومجريات محاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه على مسار وتوجهات الحياة السياسية وصخب التيارات الثورية في هذه المرحلة، وأن تؤثر بشكل من الأشكال على شكل التنافس في جولة الانتخابات الرئاسية أو في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية؟ أنا يعني هقول إن أنا حاليا خرجنا من مجال التوقعات إلى مجال الحدث. الحدث. الحقيقة نعم. تجمعت كل القوى السياسية النهارده، يعني أنا بتكلم معاك وكان في اجتماع لأكثر من 30 قوة سياسية دلوقتي، الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية. نعم. تمام. وأصبح الحشود والتنسيق الوطني فيما يتعلق بمجريات الأحداث عاد كما كان يعني في ثورة 25 يناير وفي بدءها. نعم. حقيقة من الواضح جدا أن هيكون هناك تأثير مباشر لمجريات المحاكمة على المشهد الانتخابي، ومن الواضح جدا أن يعني الشعارات المرفوعة حاليا هي شعارات يعني توجه كل الحشد وبدون شك إلى عدم إنتاج النظام السابق وبأي صورة. النهارده كمان من الواضح جدا جدا أن لأول مرة كل المحافظات بتشارك، كل الناس من قنا للإسكندرية لأسوان متواجدين، لأن الناس توقعت أن المسرحية التي كانت مرسومة يبدو أن الستار أصبح قريبا سوف يسدل على الفصل الأخير الذي قد يكون الانتخابات الرئاسية. النهارده يعني هناك اجتماعات كثيرة جدا بين القوى الوطنية والسياسية، وهناك اتفاقات على طبعا مليونية يوم الثلاثاء، لا أعلم إذا كنت تعلم أو لا، لكن في مليونية تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية المشاركة يوم الثلاثاء القادم، وهذه ستكون أول فعالية منظمة بصورة قوية بين كل القوى السياسية. ومن الواضح جدا أننا الآن بين معسكرين، معسكر إنقاذ عفوا دكتور حسام، ده بشأن العزل السياسي. الثلاثاء ده هيوافق يوم، أعتقد هيكون موافق لليوم اللي كان متوقع فيه تبقى هناك جلسة لقضية الفصل في قضية العزل السياسي. نعم تماما. هو هناك أهداف للمليونية من ضمنها العزل السياسي، من ضمنها طبعا مطالبة بإعادة المحاكمة بوقائع جديدة. هناك أهداف أخرى، لكن الحقيقة أننا وصلنا الآن لمعسكرين واضحين، ومعسكر الثورة ومعسكر النظام القديم. هذا ما ستراه كل القوى السياسية النهارده بجميع اتجاهاتها، وقد اجتمعت جميعها على أن الثورة مستمرة، وأنه لا مجال من أجل المواطن ومن أجل تحقيق مطالب الثورة ومن أجل إنتاج نظام ديمقراطي حقيقي، ليس هناك حل في أن تتجمع كل قوى الثورة مرة أخرى. بشكر حضرتك للمشاركة معنا، شكرا جزيلا. الأستاذ الدكتور حسام الشاذلي المحلل السياسي البارز. تعقيب حضرتك سيادة المستشار على الكلام والحالة الموجودة النهاردة والتوافق الموجود حسب ما سمعنا في المداخلات بين القوى والتيارات السياسية. دي الموجة الثانية من الثورة. هذا المشهد الموجود الموجة الثانية من الثورة. ودلوقتي لحظة فارقة جدا في التاريخ مصر، ولحظة هيتذكرها الأجيال القادمة، هتتذكرها يا إما بمنتهى الفخر والاعتزاز، يا إما بلعنة هذا الجيل الحالي. الثوار مستمرين في ثورتهم. أهداف الثورة مش هيكل عنها الثوار، ده أمر مفروغ منه. مصر تنطلق لمجال نهضة وتبقى بلد ذات قيمة، دي مصر ترجع لقيمتها تاني، ده أمر ما فيهوش مساومة، واللي بيلعب بيها ملهوش مكان، واللي عايز يستثمر حالة لمكسب شخصي ملهوش مكان. احنا مكاننا النهاردة المصلحة العليا لبلدنا. احنا كنا مكتومين ال30 سنة، نسينا نحب بلدنا. اكتشفنا فجأة كلنا ان احنا بنحب البلد دي، ملح الارض دي، صحراء الارض دي، البيوت، الناس، الشجر، النيل. افتكرنا فجأة ان دي لينا بلد ولازم نحافظ عليها، ولازم نسيبها موروث طيب لاولادنا يعيشوا فيها، لا متهانين ولا مجروحين ولا مقهورين ولا جعانين ولا مقهورين. هي دي بلدنا. ولذلك دي رسالة. أقرب حاجة لمجلس الشعب والشورى سجن طورة، ويمكن بعدها بمسافة قصر الرئاسة. فسجن طورة مفتوح في أي وقت للي هيجي يلعب بالبلد دي تاني، ودي رسالة واضحة.
وفي لعب بتلعب. احنا ما عملناش الثوره عشان تتبني مؤسسات تشتغل لمجموعه من الناس فقط. نعم. وبيحصل دلوقتي شغل لمجموعه من الناس فقط في صوره تشريعات بتخرج. وانا بنبه وهنبه وهقول الشغل لكل مصر. لو جت مجموعه تشتغل لكل مصر مش بتشتغل للمجموعه بتاعتها. مفيش حاجه اسمها حد اقصر الاجور، بس احنا لا، احنا بره الحكايه. مفيش حاجه اسمها كده. دي مش دكانه بتتفصل منها حكايه مقاس على مقاس خلاص صاحبها. لابد من اثبات حسن بتاعتنا نوايا كلنا، ده حقيقي مجلس تشريع باجراءات مصر. تساوي بين المصريين في في اي زمان الحقوق. نعم. ومكان هو مجلس الكل. كفانا استثناءات. اقول ايضا رساله لاي رئيس يجي امامك تحقيق اهداف الثوره، ان حدت عنها والله لمصيرك هيبقى سيء ايا ما كنت انت مين. التوجه اللي كان بيتم لصالح، ما هي دي مسائل توجهات. ما احنا كان بيتقال لنا ان في نمو 7% و8%، لا سيادتك حسيت بيه ولا انا. مفيش اي لانه مشكله. كان نمو لثروه محتقره. محتكره بالكاف، محتكره في ايد بسيطه، ثروه مصر. فما بيحصل نمو بيحصل نمو للثروه اللي في ايد اصحابها. لكن ما كانش في عندنا حاكم بيشتغل بادائه لتوجه نحو تنميه جغرافيه افقيه تشمل ربوع البلاد في النجع وفي الريف عشان وفي المواطن القرية. يشعر بزياده معدلات النمو دي في مستوى المعيشه ومعدل هكمل لك الدخل. خلاص عشان نعم. يعني نعم. انا شايفك عايز تسحب نعم. مني الحوار. هكمل لك. بحاول يا لا خلاص. فالتنميه الشامله دي ساعتك مسيطر على الحوار. لا يا باشا خلاص انا اسف والله يا دكتور. انا اتفضل يا سياده المستشار عشان الوقت. شويه انا اسف. معلش، لا اتفضل اتفضل. خلاص. انا مش لا هو كان لا يا ريس، متاسف احنا جدا. مستمتعين. طيب هرجع احنا لكلام مستمتعين يا ريس. الوضع لا مش هنقضي حياتنا في طبعا. دكتور طبعا. هشام. مش هنقضي دكتور حياتنا بس هشام. هو انا طبعا بوافق. واللي نعيده أنا عايز نزيده حضرتك كل بس أنا يوم. هسمع كلام حضرتك. عايزين نخلص، عايزين ننمي، عايزين طبعا. ننطلق. ومتفق معاك أكيد. هننطلق امتى؟ غالبية لما المصريين كل يوم هم هنقعد في الميادين كل بيتفق على الصالح ونلاقي العام. نفسنا مضطرين نقعد. انا نعم. مش بعيد عن ان احنا قاعدين نلاقي نفسنا مضطرين. مفهومه هنفضل الرساله. امتى في هذا الوضع؟ وضحت رسالتك طبعا سياده المستشار. دكتور هشام،